السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة عالم تصليح الساعات. النهاردة برضو يا جماعة هنتكلم عن حاجة. أدواتك دي هي حياتك، أدواتك دي اللي شغال بيها هي شغلك، هي رأس مالك، هي اللي بتعمل بيها كل حاجة، هي حياتك بصراحة. لازم تهتم بيها ولازم يبقى فعلا تحافظ عليها. قطع الغيار اللي عندك بالذات اللي فيها تروس صغيرة وفيها محاور صغيرة زي اللي انت شايفها ديت، زي ما انت شايف. شوف المحور رفع ايه تحت، حطه كده ونشوف. شوف المحور قد ايه تحت، بص عليه تحت وفوق. حاجة صغيرة جدا يعني، انت يعني حاجة ما يعني اهو نكبره شوية كده عشان نشوفه. بصوا المحور قد ايه يا جماعة، صغير جدا، صغير جدا جدا يعني. ده مهم جدا يا جماعة نحافظ عليها، نحافظ على كل الحاجات دي، وهو ده رأس مالك اهو. شوف مثلا محور تاني، بص تعالى نبص كده مع بعض. حاجات صغيرة بالسنون يا جماعة. بص المحور قد ايه، بص المحور هنا قد ايه، رفيع خالص خالص اهو. اللي هو ده اللي انا بشاور عليه بصباعي ده، اللي هو ده. الناحية التانية شوف دي، لازم نحافظ عليه. ازاي نحافظ عليه؟ تعالوا معايا كده نشوف هنحافظ عليه بايه، وكملوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا ايه هو النبات ده ونجيبه منين. وفعلا النبات ده مهم جدا، واحنا عملنا حلقه قبل كده عن نبات الصبار في التنظيف، لكن ده الاساس. دول الصبار دول بيستخدموه في اليابان وفي جنوب شرق اسيا وفي الحتت دي. انجلترا واوروبا والحتت دي بيستخدموا حاجه اسمها البيث وود. البيث وود ده بنجيبه من شجر، متوفر جدا وسهل جدا، وموجود في مصر وفي البلاد العربية كلها، وموجود في السعودية، وموجود في كل حتة. وفي الخليج، وفي المغرب، وفي كل الحتت دي موجود. لا يمكن ما تلاقيش الشجر ده. كملوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا الشجر ده او النبات ده بنجيب السيقان بتاعه منين. زي ما قلنا يا جماعه، النبات ده نبات منتشر وموجود في كل حته، لكن وظيفته ايه؟ وظيفته يا جماعه ان احنا نقدر ننظف بيه كل ادواتنا. حاجه رائعه. ده بيستخدم، خدوا بالكم، في الحتت ايه، في بالذات يعني في اوروبا وفي انجلترا بالذات مشهورين جدا باستخدام الشجر دوت في تنظيف الحاجه بتاعتهم. احنا قلنا عملنا فيديو قبل كده عن نبات الصبار، وبيستخدموه فعلا في جنوب شرق اسيا وفي اليابان. لكن ده حاجه جميله، ده جميل جدا جدا يعني. بص تشتري حاجه بسيطه جدا، لو عندك انت شجره من اللي هقول لكم نوعها ايه في الاخر، حاجه بسيطه جدا اهي، تبقى حاجه رفيعه جدا. بص ادي الحاجات اللي بنزيد بيها. شوف منظر بتعمل ازاي، شوف تدخل بس مجرد تحط زيت فيها تلاقي نفسك ايه، نطفت خلاص. لو تخيل مثلا النقطة دي عليها زيت هنا، بص المنظر، حط اهو الزيت. نقط زيت زي ما انت شايفها، واضحة خالص. بص مجرد تدخل هنا ازاي، شايفها جدا. بص خلاص، بص الزيت اتشرب ازاي، واضح جدا. بص هنا تلاقي الزيت اتشرب يعني، حتى لما تنط نقطة زيت كده من هنا بص هيحصل ايه. بص حصل ايه، اتشربت على طول. حاجة جميلة ونبات جميل ومتوفر يعني، رائع فوق الروعة. اهو عندك مثلا مفك، مصدي، عامل اي حاجة اهو. عايز تزيته اهو، تقوم حاطط نقطة زيت ومزيته كده اهو، سهلة جدا. عندك حتة ايه، زي ما انت شايف هنا، زي ما انت شايف المحور هنا. بص المحور قد ايه صغير، بص المحور قد ايه صغير يا جماعة، ورفيع يعني، حاجة يعني. اهو المكان اللي هو المحور اللي هو ده، اهو اللي هو ده. هنشوفه تاني اهو. بص المحور قد ايه رفيع خالص. بص لما تيجي بقى هنا عايز حتى تزيته وعايز تنضفه وعايز تعمل، بص تدخله ازاي، كل امان. بص كل امان كده، انت زيته ونضفته في نفس الوقت. يعني حاجة رائعة، رائعة جدا 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 يعني. يعني شوف كده، انت زيته ونضفته في نفس الوقت، حاجة رائعة جدا. حتى المحور الصغير اهو اللي انتوا شايفين الناحية التانية اهو، نقلبها كده، ناخدها كده اهو. بص هتعمل ايه اهو. عايز تزيتها، نقطة زيت هنا خلاص زيتها. النقطة دي هتقعد فترة كبيرة على فكرة. أو عايز تنضفها من زيت أو حاجة قديمة، بتدخلها بسهولة، بتبقى
مفيش اي، بص منظر حاجة، مفيش اي ضرر. ناخد واحد تاني. لا يا جماعة، انت رأس مالك زي ما قلنا وزي بنقول، ده رأس مالك قطع الغيار اللي عندك لازم تحافظ عليها. الحاجات دي بتبقى غالية جدا عشان تلاقي ترس زي ده بمكنة. بص المنظر هنا شكله ايه، بص بص ازاي، بص حاجة رفيعة جدا اهو، زيته هنا اهو. تنضفه من الزيت اهو، من اي وسخ. ودي بتقعد معاك فترة كبيرة، حتة الشجرة دي بتقعد معاك فترة كبيرة جدا، وانت ما بتستخدمهاش كده على فكرة. انت بتيجي تقوم عامل ايه، قصصها زي ما انت شايف كده، حتت هتلاقيها بتفتت لانها طرية خالص جميلة. شوف بتفتت ازاي، خفيفة خفيفة جدا، خفيفة جدا بصراحة روعة. وانت ما هتعرف النبات ايه هو ده، هتذهل يعني من جماله وحاجته، متوفر وجميل. بص عايز تنظف المفك بتاعك اهو، في وساخة فيه اهو، في وساخة في اي حاجة. عايز تنظف اهو، شوف مثلا هنا في حاجة شبكة اهي مثلا، عايز تنظف المبرد ده اهو، دخله كده اهو، تلاقي طرفه طلع. بص بص المنظر، يعني صراحة حاجة. يا اخي الناس بتكتشف حاجات غريبة جدا وحاجات جميلة جدا. يعني شوف فعلا ميزته ان هو، بص ادي نقطة زيت اهو، شوف شربت ازاي. عايز تنضفه بسبيرتو بكحول، تحط نقطة كحول اهو مثلا، أو تحط نقطة كحول هنا. شوف اتشربت خلاص، وعايز انضفه بيها، فيها حاجة مش نظيفة عايز ادوب الزيت اللي فيها اهو. عايز تنضف دوت المفك ده اهو. يعني حبيت اوريكم دوت يا جماعة. النبات ده بقى بصراحة نبات رائع فعلا، ونبات يعني عندنا منه كتير، بس احنا مش واخدين بالنا منه ابدا، مش مهتمين. لان للاسف الناس اللي بره بتفهم ازاي تستغل الحاجه اللي عندها ويتاجروا فيها ويبيعوها، ويعني حاجه من اي باي، يعني حاجه بتتباع هي اصلا ملاليم بس يكسبوا فيها ملايين. النبات ده يا جماعه هو نبات البرتقال، شجره البرتقال. ونبات شجره اللي احسن منه عباد الشمس. شجره عباد الشمس يا جماعه هي دي بالظبط، بتجيب الساق كده من تحت، من تحت خالص، وتقصه ايه، ساق يكون رفيع يعني فرع كده طويل من جدره كده، وتقوم جاي واخده ومطلعه وسايبه ينشف شويه، تلاقيه على طول بقى بنفس الفن ده وبنفس المهاره ديت وبنفس الصفات دي. بص شوف داخله ازاي. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو دوت، والفيديو عملته سريع كده، لكن احب افيدكم كل حاجه الواحد بيعرفها. ويا ريت تشوف الفيديو بتاع نبات صبار اللي هو برضه بننضف بيه الحاجه، وجميل جدا يعني. بس دي احسن لان دي ميزتها ان انت تقدر تحط زيت عليها، او اي ماده انت عايز تنضف بيها، لايتر اي حاجه تنضف بيها الادوات بتاعتك. تحياتي لكم واشكركم جدا. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو دوت، واشكركم جميعا لدعمكم للقناه. والحمد لله وصلنا يعني 20,000 مشترك، يعني الحمد لله والشكر لك يا رب. بركه فيكم وفضلكم يا فضل الله سبحانه وتعالى طبعا قبل كل شيء. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتشاركوا الفيديو، ويا رب تنتشر القناه بتاعتنا والناس كلها تستفيد بيها، لان فعلا بحاول اعمل اي حاجه تفيدكم. واتمنى انكم تنشروا القناه بتاعتنا، وربنا يبارك فيكم ويحفظكم. ما تنسوش دعم القناه والاشتراك في مجموعه عالم تصليح الساعات، سيب اللينك دايما بتاعتها في الوصف. وتدعموا القناه مشكورين بالتشكرات او بالاشتراكات الخاصه. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.